أحرز أردا غولر هدفاً في أول مباراة له كأساسي في الليغا، حيث اقترب ريال مدريد من حسم اللقب بفوزه على ريال سوسيداد. سجل الوسط الشاب التركي البالغ من العمر 19 عاماً هدف فريق مدريد الأول بتسديدة قوية في منتصف الشوط الأول، حيث استغل تمريرة عرضية. قام كارلو أنشيلوتي بإجراء العديد من التغييرات بعد الفوز في الكلاسيكو في الأسبوع الماضي، وكان فريق ريال سوسيداد من يبدأ بقوة، لكنهم لم يستطيعوا تحويل الهيمنة إلى أهداف مع الإحباط الذي شعروا به كمضيفين. كان يعتقد تاكيفوسا كوبو أنه ألغى هدف غولر الأول، ولكن تم إلغاء هدفه بسبب التسلل. كانت الشوط الثاني أكثر فوضى، لكن ريال مدريد فعلوا ما كانوا بحاجة إليه ليتقدموا بفارق 14 نقطة في الصدارة، قبل أن يستضيف برشلونة الذي يحتل المركز الثاني فالنسيا يوم الاثنين. مع 5 مباريات متبقية، يحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط إضافية لتأكيد اللقب.